اول ما يعني بدخل مكان في صنايع الخياميه دايما اقول للناس الراجل ده صبور جدا وراجل بيحب شغلته جدا. حقا حضرتك، جدا يعني. حقا يا استاذ يسري، لان المهنه ديت للاسف، يعني انا بقول للاسف طبعا لان ما فيش حد بيتعلمها جديد دلوقتي. بحاول بعمل ورش عمل كتير قوي مستمره عشان اطلع من كل مثلا 20 نفر او نفرين بالكتير. مين بيجي لك يتعلم الخياميه؟ والله حضرتك انا بروح مثلا اماكن زي مثلا جمعيات اهليه او حاجه زي كده هو عشان تعرض انك انت طبعا حضرتك، ما انا لازم قبل ما الصنعه ديت ما تموت لازم نحييها، لان الصنعه ديت يعني اوشكت على الانتهاء. ده المعنى الدارج بالنسبه لي اللي انا بقوله دايما. ازاي ننقذها؟ يعني انا دايما اسمع كلمه اوشكت على الانقراض، الانتهاء. السبونسر حضرتك، احنا سبونسر للمهنه بتاعتنا، بمعنى ان احنا نعلم جيل جديد ينتفع بالمهنه ديت قبل ما تنقرض. محتاج ايه عشان تعلم جيل جديد؟ محتاج دعم مادي ودعم معنوي وكل حاجه. يعني المهنه ديت بتاخد مني وقت ومجهود وصبر وخامات وتكلفتها عاليه جدا جدا. صحيح. انا حضرتك معلش انا اسف، يعني لو جيت مثلا ابيع مخده ابيعها ب 75 جنيه، انا في وجهه نظري انا المخده دي تتباع ب 300 400 جنيه عشان وقتها إيه يعني مثلا بتتكلم في كده مثلا، يعني ديت ببيعها ب 75 جنيه حضرتك. مكلفاني كام؟ مكلفاني حوالي 70 جنيه مثلا او 80 جنيه او ده غير وقتك وشغلك غير المجهود والفكر ومجهودك، وفيها شغل كمان اهو، الالوان يعني فيها اكسسوار كمان، سوسته بتاع مش عارف وفيها داخل فيها مكنه برضو من الظهر. بالظبط حضرتك، يعني فيها مجهود وصبر عالي جدا جدا. فانت بالنسبه لك تعالوا بالمره بقى طالما ب 75 عشان برضو تعرفوا ممكن تاخدوا حاجه بسيطه كده من الخياميه اهي، حاجات جميله اهي. جميله والله يا عم هاني، ربنا يخليك يا استاذ يسري يا رب. ورانا متحف مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم. ورانا متحف كل قطعه من دول واخده لها 3 شهور شهرين، يعني اقل حاجه شهرين 3 شغل. الزبون لما بيجي لك بتقعد تشرح له بقى ده ايه، ده نباتي وده طبعا عصافير وده طبعا الشغل بتاع زمان المختلف اللي هو ده الشغل بتاع زمان اللي احنا قدامنا ده اللي هو ده شغل زماني يا استاذ يسري. زي ما قلت لحضرتك، زي ما حضرتك بتقول ديت. ولكن احنا بدانا نطور في الديزاينات بتاعتنا. بدانا نعمل رومي وبدانا نعمل اسلامي وبدانا نعمل رومي اللي هو رومي ايه؟ اللي هو حضرتك في الستاره. لا الستاره ديت مثلا اللي هو ده شغل رومي اللي فيه مقص كتير، اللي هو على ارضيه كحلي اللي هو كبيره، ده رومي بالظبط. اللي هي ديت اول واحده. اول واحده ديت شغل رومي عشان واخده وقت ومجهود عاليين قوي، واخده مني 2.5 شهور شغل اهي يا جماعه. بصوا ده الرومي ديت حضرتك، ده الرومي بالظبط. بالظبط. اللوتس ديت ما بتاخدش مني مجهود قد طبعا الرومي. انه اللوتس اول واحده ديت خلاص ايدك واخده عليه بالظبط حضرتك. بالظبط. العصافير ديت بتاخد مني وقت ومجهود جامدين جدا، لاني بعد ما بخلص القماش كله بعمل خيوط يدويه على العصفور نفسه اللي هم ده بالظبط حضرتك. الخيوط اهي بالظبط كده. لا انا بقيت فاهم في الخياميه عشان بحبها طبعا يا استاذ يسري. طبعا يا استاذ يسري. تمام. وعندنا طبعا اللوحات اللي انا بحبها جدا، الالوان اللي ورا دي الجباره الجميله دي. يعني انا عندي مقتني قطعتين من دول ما شاء الله، يعني محدش يجي جنبهم. لا دول تراث يا استاذ يسري بقى، دول تراث. قول لي بقى يعني فزبونك لانه مش فاهم قوي الخياميه، فانا يعني الحلقات اللي احنا بنعملها في باب رزق الحقيقه للحفاظ على فكره ان الناس تبقى فاهمه الخياميه وفاهمه قيمتها. تمام يا فندم. قول لهم انت تحب تقول ايه؟ والله يعني اقول للناس يا جماعه فن الخياميه دوت فن اكتر من انه مهنه. يعني فن الخياميه دوت فن اكتر من انه مهنه، ولازم كل بيت مصري يقتني على الاقل قطعه يحطها كتراث فني. صح. اوروبا بتفهم اكتر مننا. اوروبا بتجيلنا دلوقتي، الاوروبيين بيجوا لنا دلوقتي وفاهمين وعندهم ثقافه، لان عندهم حاجه اسمها الباتش وورك والكويلتنج. بس ده مكن 90% مكن و10% هاند ميد. لكن احنا خياميه شغل يدوي 100%. وبنبيع باسعار جميله جدا جدا بحيث ان الزبون المصري يتقبل الفن دوت. يعني احنا عايزين الفن بتاعنا يبقى في كل بيت، فبنحاول نخلي اسعاره هاديه وجميله بحيث ان الدنيا كلها يبقى عندها حتى لو قطعه واحده بس، مش قطعه واحده عشان انا محتاج ابيعها، قطعه واحده عشان التراث بتاعنا يعني ما ينتهيش. صح حقيقي معاك حق. ده اللي انا عايز اقوله لكم. نرجع بقى مرجوعنا للمكان اللي عمره 600 سنه ده. انا يعني حاسس ان انا قاعد ايه، وكان اصله ايه الدكاكين دي كان اصلها ايه؟ على حسب معلوماتي هنا في الخياميه ان كانت الدكاكين دي عباره عن مكان اسطبلات خيول.
بالظبط صح بالظبط كده؟ يا استاذ يوسف. مظبوط ولا كانت أنا غلط؟ اسطبلات خيل. كانت لا. اسطبلات ده اللي هنا المكان ده أيام المكان المماليك. ده. ولكن وفوق نزل او يعني زي فندق. بالظبط ها؟ بالظبط. للي جاي من السفر يجي يصلح خيمته. ايوه ها؟ يريح. ويسيب الحصان. ايوه صح. انا عايزكم تيجوا تزوروا بقى الخياميه في رمضان. ها؟ وتيجوا تشتروا من كل الناس، يعني مش هاني بس، كل الناس عندها حاجات جميله، عندها حاجات يعني والاسعار متفاوته وحاجات كتير. طبعا كل سنه وانت طيب، وحضرتك بألف صحه وسلامه. ودايما كده عتبنا. من 1000 سنة وصنعة الخيامية بقص القماش وتطريزه كانت جزء أصيل من فرش البيوت لإطفاء البهجة بالألوان على الحيطان. 1000 سنة 1000 سنة 1000 سنة وصنايعية الخيامية شبه خيوطهم اللي بتلمع تطفي فرح في دكاكينهم الصغيرة وعلى عتباتهم الجميلة. إذا كنت قريب من الخيامية زور ونفعهم، ورمضان كريم.